السلام عليكم. هقول لك في الفيديو ده على السر الحقيقي اللي انا مقتنع بيه دلوقتي ان هو سبب من اسباب نجاح كتير من الشخصيات الناجحه. بس قبل ما اقول لك السر الاساسي خليني اراهن مشكله في معادله عندك انت مقتنع بيها. كلنا طبعا مقتنعين ان احنا عشان نقدر ننجح محتاجين نشتغل اكتر على نفسنا ونبذل مجهود اكتر. فده بينتج عن ايه؟ ان احنا بنشتغل ساعات اكتر بعد الشغل، نروح ناخد كورسز، نتعلم حاجات. وده فعلا انا متفق معاك ان هو طريق النجاح، يعني انا مش مختلف. بالعكس الكلام ده صحيح. بس ليه بقى ده مش بينتج عنه نجاح؟ بعيدا طبعا ان السبب الاول والاساسي هو توفيق ربنا، مش بتكلم في الجزء ده، دي حاجه لا خلاف عليها نهائيا. ولكن انا بتكلم في الجزء الخاص ب كفاءتك. طبيعه البني ادم لما بيشتغل وقت كتير ويقضي ساعات كتير، كفاءه الساعه التشغيليه بتاعته اللي انت بتشتغل بتنفذ فيها الشغل او بتذاكر فيها مش بتكون بنفس الكفاءه. في اوقات انت بتبقى في البيك بتاعك، وفي اوقات بتقع، خلاص تركيزك بيفصل، جسمك بيهمت، بتتعب. ف وده طبيعي وانت مقتنع بده، بس انت بتغفل ده. الحل هو معالجه المعادله دي، ان انت تزود كفاءتك على عدد الساعات كلها. طب ده يجي ازاي يا محمود؟ ده بيجي ان انت تحسن من قدرات جسمك ودماغك. التحسين هنا هيجي للاسف من حاجه كلنا بنسمع عنها بس ما بنعملهاش، الا وهي ان انت تلعب رياضه وتاكل كويس. وهنا مش عشان تبقى شاب نشيط وشاب هيلسي وانا رايح جاي من الجيم وشاب عضلات، لا، انا ما بكلمكش ان انت تروح في السكه دي. انا بكلمك عشان تخلي جسمك وعقلك يعملوا بيرفورمانس افضل خلال ساعات العمل، فتقدر تنتج بتركيز عالي على مدار وقت عالي وبانتاجيه عاليه، فتقدر تسبق اللي حواليك، فده يكون سبب رئيسي في النجاح. والموضوع مش صعب، يعني فكره انت هتروح الجيم وتلتزم، ده انت مش هدفك تبقى بادي بيلدر، فانت مش عايز تكون كمال اجسام وجسمك ملوش حل، لا، انت عايز تعيد الطاقه جوه جسمك. انت جسمك الطبيعي عنده استعداد يستحمل 12 ساعه او 16 ساعه كمان شغل بتركيز عالي، بس تديله البيئه الكامله الصحيحه، رياضه دوريه كل يومين، اكل صحي، مكملات دي مكملات طبيعيه، ما تضربوش مكملات من اللي هي بتضر بهدف العضلات. حاجات طبيعيه زي البروتين والكرياتين، الحاجات اللي هو الجسم بيعملها وبالكميات المعقوله اللي تقدر تعرفها من انك تسال اي دكتور او تسيرش على اي نموذج لغوي ذكاء اصطناعي هيجاوبك على المعلومات. صدقوني اللي انا بقوله لكم ده عن تجربه. انا زمان كنت بلعب رياضه وبطلت مده 10 سنين، ومن كام شهر كده اولموست 5 6 شهور ابتديت اخد الموضوع بجديه تاني. اكتر حاجه اقدر ابصم بيها هي فكره الطاقه، ان ده اداني طاقه، فبدات اترجم لقيت ان هو ده فعلا ممكن يكون سبب رئيسي يخلي الناس تنجح. ولو جيت تشوف ان رجال الاعمال الكبار والناس الناجحين هتعرف ان فعلا الناس دي بتلعب رياضه، بس هم بيستعرضوها من باب ان ده ستايل وانا شخص هيلسي وشخص لازم ابقى بلعب رياضه. لا، هو الرياضه بتفيده ان هي بتزود طاقه جسمه وتركيزه. فدي تip حبيت اشاركها معاكم، صدقوني خدوها بجديه، هتفرق معاكم كتير كتير.